علامات ليها علاقة بحملك، لو ظهرت لك لازم تروحي للدكتور على طول. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا ولازم كل حامل تركز كويس قوي في الفيديو ده. هنتكلم عن الأعراض اللي لو ظهرت وانت حامل ما ينفعش أبدا تتجاهليها، ولازم ساعتها تروح للدكتور بتاعك، وإلا العواقب هتكون شديدة. يعني ما تسمعيش كلام حد من اللي هيقولك انت بتدلعي، وده عادي بيحصل. خلونا ندخل في الموضوع على طول. من اهم الاعراض اللي ما ينفعش نفوتها في فتره الحمل هي النزيف المهبلي، وده لان المهبل متصل بالرحم، فمعنى ان في دم بينزل ده بيكون اشاره ان في مشكله في الرحم، وبالتالي في مشكله في الحمل. بتحدد حجم المشكله بقى ونحلها بيكون مع الدكتور بتاعك، عشان كده ده اهم عرض ما ينفعش يتساب. تاني حاجه هي الاحساس بالالم الشديد سواء في البطن او الظهر، وده ليه اسباب كتير جدا وليه نتائج كتير جدا، والنتائج دي ممكن تاثر بالسلب على حملك، عشان كده المتابعه مهمه جدا في الحاله دي. تالت حاجه وهي حاجه عوامل كتير ممكن تلاحظها بس مش بيدوها اهتمام مع انها مشكله كبيره، وهي انخفاض حركه الجنين. يعني ان حركه الجنين تقل فجاه عن العادي بتاعه، ساعتها لازم الدكتور بيتدخل ويشوف ايه المشكله، والا بعد كده الموضوع ممكن يطور ويحصل توقف في نبض الجنين لا قدر الله. الثلاث اعراض دول اخطر الاعراض اللي لو ظهرت في الحمل لازم تدخل فوري ومراجعه الدكتور في اسرع وقت. في بقى اعراض تانية هي ممكن تاثر بالسلب فعلا على الحمل بس مش بنفس درجه الثلاثه اللي لسه قايلينهم من شويه، بس خلينا نقولهم ونقول ان لو حصل تكرار فيهم ساعتها لازم تزوري دكتور، لان وقتها مش هيكونوا مجرد اعراض عاديه، هيكونوا اشاره ان في مشكله لازم نلاقي لها حل.